يلا بينا نعمله حلبسة أو حمص الشام في الأيام البرد والساعة اللي احنا فيها دي، بمكونات سهلة وبسيطة. نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حمص سبته منقوع ليلة كاملة في المية كده، مية سخنة، وبعدين جيت صفيته وحطيته في مية مغلية لمدة نص ساعة، وبعدين سبته بقى يغلي كده. لو صفيته كمان مرة وايه حطيته بقى دي اخر مرة ليه، وسبته بقى ايه حوالي نص ساعة كمان لحد ما استوى بالشكل ده. تمام. كنت ضربت في الخلاط توم وطماطم وبصل، ضربتهم كويس جدا في الخلاط مع نص كوباية مية، وحطيتهم على الحمص، وحطيت بابريكا وملح وكمون عليها، وسبتهم بقى يغلوا كده مع بعض بالشكل ده. تمام كده. ربع ساعة كده، مش هي او 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير خالص، كانت الدنيا استوت وبقت ايه جاهزة معايا. تمام. جبت كده شوية شوربة من بتوع الحمص في كوباية او اي حاجة عندك. تمام كده. وشوفوا بقى نعمل بهم ايه. هتبلهم بقى كده واظبطهم واحط لهم الليمون بتاعهم. حطيت كمية ليمون محترمة كده، يجي 3 4 ليمونات عليها كده، لان دي هتكفي الكمية كلها. تمام. عصرت كده بالشكل ده. تمام. تمام كده. هتبلها بقى شوية كمون، شوية ملح، عشان تديها طعم كده جميل وحلو. اسيبهم نصين بقى في كوبايتين كده. ان كنت وصلت لحد هنا يا ريت تشجعيني وتديني لايك. وجيت في كوباية منهم وحطيت نص معلقة شطة وقلبتهم كويس جدا بالشكل ده، وقلبته. الحمص تمام معايا. اغرفه بقى في اي حاجة عندك متوفرة. غرفته بالشكل ده، مستوي وريحته جميلة، وحاجة تفتح النفس بقى كده، والريحة والدفى كده مالي البيت، وحاجة بسم الله ما شاء الله. تمام. حطهم بقى كده، وطبعا ده الكوبايتين دول عليهم ليمون، واحدة فيها شطة وواحدة عادية باردة. احط بقى باردة كده واقلب بالشكل ده. طبعا زينتهم بليمون بالشكل ده، وبرضو الشطة، واقلب. وطعمها خطير، ومضاد حيوي طبيعي، وحاجة تدفي وحاجة للبرد. بسم الله ما شاء الله. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة اما تعملي الطريقة وتجربيها. ما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.